رجعنا لين هاي الحالة. شو السيارة تقطع وايد وما عارف شو السبب. أنا أعتقد أن السبب هالفيشة. أذكر أن في واير مقص خلف، لازم إذا ركب هاي الفيشة نبطل هذا كامل. بطل الثلاجة، تبطل الفلتر، البطارية. هذا ما في شي تركبه هناك. الله أعلم هل هو السبب أنه تقطع السيارة أو لا. فحص كمبيوتر طلع له حساس أكسجين، بدلنا حساس أكسجين نفس الشيء تقطع. لاحظت أنا أول يوم كنت أبدل البلكات أو الشمعات أن في فيشة نفس هذه منقصة، فعاد بتأكد منها أو أني أتأكد من الكويلات. أنا هناك ما أقدر أشغلها وأشيك عليها هناك إذا كان هن السبب أو لا. أما هذا اللي هنا خلاص زينة، فبنبطل وبنشوف. أول بدلنا هذا حساس أكسجين، شوف كيف صار، وبدلنا البلكات نفس الشيء تعبانات، ونفس الشيء تقطع ما خازت. الله يعلم وش يطلع المرة. نفصل البطارية، بسم الله. ثقيلة عادي، هذه ثقيلة. ايوه لحظة شوية. هذا بطلنا الفلتر، نبطل الفلتر الثاني. هذا طبعا هذا ما يحتاج، هذا لازم نبطل هذاك شوي تحت. هذا مشكلة بيبات. بطلنا الفلتر، هذا البيب. ايوه الحين نبطل هذا. واير خش هناك ضموه ورا، وش حياتي. واير ورا الثلاجة لازم نقلع بعدنا هالعودة ذي. الله يعين. ركبنا فوق، شكله ناس مدافن، شكله ما بيطيع يتبطل بسهولة، لازم تضاربه. هي انت يا انا اليوم ركبنا الواير، سلكناه وعسى يضبط، بس نركبه هنا. الحين بدلنا هذيله يبانها الرص، رص يلا، وبدلنا ذيله. هاي الشغلة خلصنا التركيب، شغلنا الموتر، والحين نجي نفحص يقطع ولا ما يقطع.